فده اللي بيحصل بالظبط في عالم البيزنس، انه المونكي برين بيدخل لي بفكره انه الفكره بتاعتك دي عبقريه، الكلام ده ينفع ناس كتيره جدا، يلا يا باشا خاطب كل الناس. كم حد عنده هذه الجريمه النكراء في عقله، او حصلت في البيزنس بتاعه، او لو لسه ما عملش بيزنس بيفكر فيها، انا البيزنس بتاعي ينفع كل الناس. جمله من اكتر الجمل اللي ودتني في داهيه، من اكتر الجمل اللي ودتني في داهيه، انه البيزنس ينفع كل الناس. البيزنس بتاعي، الفكره بتاعتي، فانا جاي حياتي اتغيرت عشان حد عمل لي كوتشنج وشفت الاثر بتاعه، فانا هعمل شركه بتعمل كوتشنج، لايف كوتشنج، واللايف كوتشنج كل الناس محتاجاه. والله العظيم صح. طب وربنا الجمله دي صح. اللايف كوتشنج كل الناس محتاجاه، صح والله. حد يختلف معايا في الجمله دي؟ طب سيريسلي بجد، حد يختلف معايا في الجمله دي، بالذات الناس اللي بتتدرب دلوقتي وعندها وعي للجمله دي. مش كل الناس محتاجه لايف كوتشنج؟ صح؟ طب ما الجمله صح اهي، ما هي ماشيه، ما ماشيه حلاوه اهي. ايه المشكله بقى؟ حتى وان كانت حقيقه مطلقه، حتى وان كانت حقيقه مطلقه في عالم البيزنس، في جمله كده انا هكتبها عشان حضراتكم تكتبوها ورايا ان شاء الله، وايه ما تقعش من دماغكم. You cannot be everything for everyone. No way you cannot be everything for everyone. ما تقدرش ابدا تكون كل حاجه لكل الناس. طيب ليه هنتكلم بكره ان شاء الله في الماركتنج، بكره وبعد هنتكلم في الماركتنج والسيلز وندخل بعمق شويه. لكن من على الوش كده النهارده، ايه اسوأ حاجه ممكن تعملها لما اقول احنا خلاص اتفقنا كلنا، خدنا مثال اللايف كوتشنج ينفع كل الناس. طيب هقول لك بلاش اللايف كوتشنج، ده كانت تجربه وليد. خلينا اقول دلوقتي انه حد في حضراتكم طبيب اسنان، فعلاج طب الاسنان او علاج الاسنان كل البشر محتاجاه، صح ولا لا؟ حد يختلف على الجمله دي؟ طيب روح اعمل بيزنس، روح اعمل بيزنس ستارت اب. ركزوا عشان انا النهارده بتكلم ايه، ستارت اب. روح ابدا البيزنس بتاعك، افتح العياده يا دكتور الاسنان، وقول انا هعالج كل بني ادم عنده مشكله في اسنانه. فانا هعالج البيبي اللي لسه بيسنن، هعالج الاطفال اللي اكبر شويه سنا، هعالج المراهقين، هعالج الكبار، هعالج اللي عايز يعمل زراعه اسنان، واللي عايز يعمل معرفش ايه في الاسنان، واللي عايز يعمل سكيلينج، واللي هعالج كل الناس دي، لانه انا دكتور ودارس كل الكلام ده، فما عنديش مشكله. طب ماشي، ما هو صح. تفتكروا البيزنس ده هينجح؟ انا بتكلم تاني ستارت اب. ستارت اب ممكن بعدين ينجح، ممكن بعدين يبقى بعدين في مراحل تانية لما نوصل للمرحلة الرابعة والخامسة، ويبقى عندي مجموعة من العيادات ومجموعة من الدكاترة المتخصصين في كل تخصص، وبقى عندي كيان كبير في المرحلة الرابعة أو الخامسة، ينفع أعالج كل الكلام ده، ما عنديش مشكلة. لكن النهاردة احنا بنتكلم على الستارت اب. ستارت اب، فدي بتكون المؤشر اللي بيقول لك ان حضرتك رجلك جت في الخيه، حضرتك موجود، الفكره بدات تطلع في دماغك مش عارف تنام منها. قد تكون الفكره مش عارف تنام منها بسبب حلاوتها جوه عقلك، او بسبب ان انت عايز تهرب من ضغط موجود عندك، وحد طلع سوق لك فكره انه يعني اهرب من الضغط وافتح بيزنس، وكانه البيزنس ده هيجي يعني ايه على طبق من ذهب وهيخلص لك كل المشاكل اللي موجوده في حياتك. ف الاثنين غلط، الاثنين غلط. فكره انه انا اهرب بالبزنس او اموت اقع في غرام الفكره بتاعتي، الاثنين غلط، لانه انت لسه عندك نقص كتير جدا في المعلومات.